القصة الحقيقية وراء ماشا والدب. أنا ماشا، الفتاة الصغيرة من الرسوم المتحركة الشهيرة ماشا والدب. تعتقد أنك تعرف كل مغامراتنا. انتظر حتى تكتشف السر المظلم وراء قصتنا. تراني دائما مبتسمة ومرتاحة مع صديقي ميشكا، لكن الواقع أكثر مأساويا. كان يظن والدي أني مصابة بالتوحد، ولم يكونا يهتمان بي تماما. تعلمت أن أكون وحدي وألجأ إلى الطبيعة، وآمل دائما أن أكسب حب والدي من خلال تقديم الزهور لهما. ذات يوم بينما كنت أسير، عاصفة رهيبة ضربت الغابة. اضطررت لقضاء الليل في ملجأ مؤقتا. في اليوم التالي عدت إلى المنزل لأجد مشهدا من الرعب، أجساد والدي مشوهة، والجدران ملطخا بالدماء وآثار أقدام غامضة. بعد ذلك وجدت الدب المسؤول، كان وحشا ضخما له أنياب حادة. حاولت الهرب، ولكنه لحق بي وفعل بي مثل والدي. بعد أيام قليلة اكتشف الجيران هذا المشهد المروع. بدأت تروى هذه القصة من أحد لآخر، ولكن بشكل مناسب للأطفال. هذه هي الطريقة التي ولدت بها الرسوم المتحركة ماشا والدب.